بيشاور عليا وبيقول لي انا عارفك والله. هنا انا وشي قلب رومانسي وضحكت وقلت له ايوه انا. انت عامل كوسبلاي ديكو من بوكو هيرو جامد. يلعب حدث انسومنيا، الحدث الاشهر للجيمرز في مصر، كل سنه بيتم في شهر ابريل ل3 ايام. بالنسبه لي ما كنتش بروح كل سنه صراحه لان ثمن التذكره غالي فشخ، وانا عندي حاجات اهم اصرف عليها فلوسي الصراحه. هذا غير انها في التجمع في القاهره اساسا، وانا من اسكندريه وما بخرجش من الاوضه. ومره واحده بالليل الاقي صديقي عبقر بيقول لي هنروح انسومنيا انا وانت يوم الجمعه، وبعد ما رديت عليه بكلام عيب مفداه اني مش دافع ومش رايح، لقيته رد وقال لي هنخش ببلاش لان معايا تذكرتين لينا انا وانت. مره واحده لقيت نفسي منصب في القاهره قدام الحدث، والله ما اعرف حصل كل ده ازاي، لدرجه ان انا نزلت ستوري ان انا رايح، بس الفكره اننا كنا مستنيين حد ما يدخلنا، فجلست انا وهو بره شويه نتفرج على اللي داخلين بقى. طبعا ما حدش كان عارف انا مين لاني مش مشهور بشكلي زي ما انتوا عارفين، مشهور اكتر بصوتي وفي ناس تعرفني اكتر وانا لابس الماسك، وانا كنت قلقه يعني في الاول بصراحه. المهم اجلس اسمع اتنين بيتكلموا جنبي، في واحد منهم بيقول للتاني الحق يالا الواد كريكا جاي انا بحبه فشخ وهموت واتصور معاه. فهنا الصراحه انا وشي احمر وقلت اخيرا انا هنال الشهره، فلقيت صاحبي بيرد عليه وبيقول له كريكا دخل. المهم بعدها لاحظت ان كافه انواع البشر بيخشوا بيدفعوا الا فئه محدده، الا وهم اللي عاملين كوسبلايز يعني. فهنا انا جت في بالي فكره بنت لذينه، انا كان معاه الماسك بتاعي فما نلبسه ونقول اللي واقف على البوابه ان يوتيوبر وده كوسبلاي للافاتار بتاعي فيدخلني. والله عصفورين بحجر واحد، البس الماسك واخش ببلاش على اني كوسبلاير، ومنها برضو الناس اللي عارفه شكل كريكا بالماسك تيجي تسلم عليا وامارس الشهره وبتاع، واحس احساس العيال الملزقه بتوع التيك توك اليومين دول. المهم اول ما لبست الماسك ورحت للراجل لقيت مره واحده كده حد معدي جنبي وجالس يضحك لي وبيشاور عليا وبيقول لي انا عارفك والله. هنا انا وشي قلب رومانسي وضحكت وقلت له ايوه انا. انت عامل كوسبلاي ديكو من بوكو هيرو جامد. يلعب. المهم رحت للراجل اللي على البوابه قال لي فين الاسوره اللي هي التذكره بتاعت الحدث، يعني بتبقى عباره عن اسوره متعلقه في دراعك هنا. قمت رادد عليه وقايل له انت بتتابع يوتيوب وبتاع. الحمد لله اتعرف على صوتي وقال لي الله انت كريكا صح انا متابعك من ايام ما كنت في بطن والدتك، وجلس يمجد فيها، وكانت بصراحه من اسعد لحظات حياتي ما هقدر انكر لانها كانت اول مره اتعرض للموقف ده في الشارع. المهم اتصور معايا وكنت بشتم بقى انا عمرو دياب في دماغي من احساس الشهره اللي اول مره احسه ده، فمره واحده كده قطع الحاله الرومانسيه اللي انا فيها وقال لي يلا بقى روح اشتري تذكره عشان ادخلك لان الماسك بتاعك ما يعتبرش كوسبلاي. سلام يا كريكا. القصه اللي انت فيها يا حازم. عارفين ساعتها حسيت ان شعري الكلاون ومناخيره طلعوا لي تلقائي والله العظيم مش هزار. المهم طلعت بره وقلعت الماسك تاني من غير ما الواد يشوفني وجلست مع عبقر، ولاحظت ريحه معفنه ملت المكان كده. اتضح ان هم البرو بلايرز اللي لعبه ليج اوف ليجندز، ولاحظت قد ايه ان هم مشاهير فشخ بمجتمع انسومنيا، وبصراحه ناس كتير جدا كانوا بيجروا يتصوروا معاهم. فهنا انا جت في بالي فكره بنت لذينه تاني، قررت اروح اتصور مع واحد منهم بدون ذكر اسماء هو مين، في الاخر اقول له استحمى وحقق الكوميديا وكده. حظي الاسود رحت اتصور مع واحد واول ما خلصنا الصوره قال لي على فكره انا عارف انك كريكا، شفتك بالماسك واول ما خرجت ودخلت كنت لابس نفس اللبس، ها بس ما تخافش شكل وشك في بير. هنا انا نسيت ان انا كنت جاي اترول عليه اساسا. بصراحه اعطاني لونه فيرس وخلاني ابلع كلامي، وقال لي انه بيحبني وفيديوهاتي حلوه وبتاع والحاجات الملزقه دي، فقلت له حبيبي والله من ذوقك الله يخليك لو كان يعرف انا كنت جاي اقول له ايه بس. المهم ارجع لعبقر اللي جاب اخره وانا كمان، لان الراجل اللي كان هيدخلنا اتاخر ساعتين بحالهم، وصورنا انا وهو بينا قد ايه اننا كنا خالص الصراحه. وفجاه اخش سيرفر الديسكورد بتاعي الاقي روم البحث عن كريكا وفاتح كاميرا وهو بيدور عليا بقى وبتاع. قمت قايل له احنا بوابين بره يا اسطى اطلع هتلاقي 2 شحاتين. فجاه الاخ وكان جايب لي هديه الصراحه واتصور معايا ونغوش على وشه، مع ان وشك كان قمر يا استاذ اياد ما عليك. المهم بعد كل الاحداث الممله دي اخيرا الراجل جه ونجح اخيرا انه يدخلنا. بعدها التقيت بصديقي العزيز المعز بما انه يعني يوتيوبر كهراوي وكده، ودخلت جوه اخيرا بقى ولقيت يوتيوبرز كتير فشخ وكله بيتصور مع كله، وما اكدبش عليكم كان احساس حلو. قمت انا كمان ممارس الشهره معاهم والناس اخدت صور معايا كتير وكان احلى احساس كيوتيوبر، لحد ما جه واحد كده شاف ناس كتير بيتصوروا معايا قام داخل يتصور ايه بالمره كده كان بياخد دور. فمره واحده بفتح الفيس لقيت ده في وشي، لقيت كذا حد بيتصور معاه قلت ما جاتش عليا بس بشبه عليه والله، حاسس اني شفته قبل كده بس مش فاكر هو ليه علاقه بالجيمنج بعيدا عن ان في ناس شتمتني في البوست ده وناس مدحتني، بس انا لاحظت حاجه فشيخه قوي، الكابتن شبه السيد الفاريز لاعب اتلتيكو مدريد اللي طلع برشلونه بره دوري الابطال السنه دي، يعني انت بطلتني مرتين يا اسطى بس حبيبي. المهم اثناء ما انا واقف بتفرج على ماتش فالو وكانوا الفرقتين على المسرح بيقدموا عبث حرفيا، لو لعبنا بطنطاوي كان هيعدي عنهم. مره واحده الاقي واحد راس من قدامي وجلس مبرق لي 4 دقايق، قمت قايل له في ايه يا اسطى؟ لا مش ممكن انت كريكا؟ والله شوف الدنيا ضيقه ازاي. لا انا مش مصدق اثبت لي. بعدها في نفس اللحظه في 2 جم يصوروا معايا وادوني هديه بس كانت رايقه فشخ والله. ها صدقت يا ابني؟ لا والله انت نصاب اثبت لي يا اسطى. انا عمرو دياب ده انا يوتيوبر محنك، مين يعني هتقمص شخصيتي الغبيه دي؟ المهم وريته القناه بتاعتي واقتنع اخيرا وقام قايل لي فين بقى المعز انا بحبه فشخ وعايز اتصور معاه، بصراحه انا مش بطيئك يا كريكا، تصدق انك عيل
بعدها بنتجول انا والمعز وعبكر في المكان لحد ما بنوصل للانسه اللي كانت ماسكه الستيج الكبير. المعز قرر من النوير يكلمها ويقول لها انا عايز اطلع اكلم الناس على الستيج انا وكاريكا. وكاريكا مال امه بالموضوع. انا اخر مره اتكلمت على المسرح كنت في المدرسه الابتدائيه والله، وكنت بمثل اني شجره فشلت في الدور وقلت انا عايز امي. المهم هو قال لها كاريكا من هنا، بصيت لي بتفاجئ وانبهار، قالت لي ايه ده الله انت بتظهر الحقيقه، انا كنت فاكراك ايه كل ده. انا اتهزقت كتير قوي في الحدث ده الصراحه، وكلمتني عن حكاياتها مع فيديوهاتي اللي بدات بفيديو ريزيدنت ايفل الاخير، والحمد لله قالت ما ينفعش يا شباب تطلعوا على الستيج لانه كان مجدول، بس لو انتم مصرين. هي قالت مصرين من هنا وطلعت اجري عامه. نيجي بقى للفعاليات والحاجات الموجوده في الحدث نفسه. عندك كل ما لذ وطاب من براندات الالعاب المشهوره والمحلات الكبيره، هذا غير ان هم حاطين مليون جهاز بي سي تخش تلعب عليهم اللي انت عايزه براحتك، هذا غير الخصومات والجوفات الكتير اللي كانت بتحصل. صراحه كانوا صارفين جامد للجيمرز، وطبعا انا شاركت في جوفات كتير ما كسبتش ولا حاجه الحمد لله. نيجي بقى للفعاليات اللي انت بتمارسها جوه. عندك اول حاجه كانت محاكاه الكاونتر سترايك والحرب، يعني عباره عن ان هم بيلبسوك فيست وبيمسكوك سلاح وبتخش تلعب وتضرب صحابك والاعداء يعني. المهم جينا نخش انا وعبكر، محجوز يا شباب والله. طب يا عم اسمع، لا مفيش مكان والله. طب انا يوتيوبر اسمي كاريكا، عمري ما سمعت عنك والله. بعدها كان في ماتش فيفا فاجر ومعلق اسطوري، صراحه كان يبدو فشيخ، والاخ كريم كان جوه تبع الشركه وبتاعه وسلمت عليه والى ذلك. المهم امة لا اله الا الله كانوا بيخشوا عادي. جينا انا وعبكر ندخل المكان اتملى والله. طب يا عم هنخش نقف مش مشكله. ما ينفعش والله. يا عم انا يوتيوبر حتى سلمت على اخ كريم زميل المهنه وبتاع. ما سمعتش عنك والله. قمت فاكك نفسي من الفعاليات والمشاهدات ورحت اشوف البضائع اللي بتتباع، لقيت حته دين سيف من كتر فجره كنت عايز اشتريه، مع اني قلت ان انا مش هشتري حاجه من هنا، بس بجد كان فاجر فشخ وتراجعت عن كلامي. كان سيف السيد درينك جوه من ديمون سلاير وكانوا عاملينه جامد فشخ، فقمت قايل لنفسي حتى لو عدى ال 500 جنيه هفاصل معاه وانزله ل 300 واشتريه مش مشكله. المهم الراجل شافني مهتم وفرحان قوي اني هشتريه، سالته بكام، قام قايل لي ب 1600 جنيه بس. قمت عامل حركه عيب ببوقي، بس كويس اني كنت لابس الماسك ساعتها. لا والبجح كان بيقول لي في نسخه احلى منه ب 1800 جوه، خش شوفها، والصغير منه ب 1000 جنيه بس لو عايز تجيبه كمان لاخوك. خلينا اشتم اخويا في سري منه لله الحاج. فقمت قايل له يا فين ده، هخش اشوفه طبعا دي فرصه ما تتفوتش، وقام رايح يكلم مغفل تاني من هنا، هوبا انا طلعت اجري من هنا، وضاع حلمي امتلاكي للسيف، بس مش مشكله. بنرجع نمارس الشهره وبنتصور مع اغلب اليوتيوبرز اللي جم. صراحه انا كنت مبسوط قوي اني قابلت زمايلي في المهنه اخيرا، وخصوصا يعني القدوه اللي تقريبا صورتي هبروزها معاه، السيد كريم ابراهيم صاحب قناه فيرست ستيب جيمنج. ده بالنسبه لي توب تير كونتنت كريتور، فيديوهاته ترتقي اني اتفرج عليها وانا باكل، ودي منزله نخبه اليوتيوبرز بس هم اللي بيوصلوا لها عندي. صح انه ما كانش عارفني برضه، بس مش مهم، انبسطت بالصوره معاه. وختمنا اليوم بصوره عبكر مع الحاج باتمان، بس هو يعني كان مجهد شويه، وكان يعني حدث اقدر اقول عليه حلو. فايب حدث انسومنيا جميل وفي حاجات كتير قوي تتعمل، بس هل يستحق المبلغ اللي انت ممكن تدفعه عشانه؟ صراحه وقولا واحدا لا، بس لو جات لك يعني تذكره مجانا وانك تخش لا روح، لانك هتنبسط وتقضي يوم لطيف صدقني. انما تدفع بنفسك ثمن التذكره لا، صراحه غاليه جدا، ووفر فلوسك في حاجه اهم. وبس يا شباب دي كانت حكايتي في اول مره ليا في انسومنيا، وتقريبا دي هتكون اخر مره لان محدش طايقني هناك ما شاء الله. عامه لو عجبك الفيديو والقصه ما تنساش انك تكون عامل لايك وسبسكرايب، ولو رحت الحدث اكتب لي ملخص تجربتك واحسن حاجه حصلت